صباح الفل عليكم لو كنتوا بالنهار، ومساء الفل عليكم لو كنتوا بالليل. النهارده هنتكلم عن الاسبريسو اللي على قد الايد. طبعا الاسعار دلوقتي بقت رافعه شويه، وبقى ان انت تلاقي قهوه كويسه بكواليتي كويسه السعر بقى فيها اوفر بزياده قوي. فانا دورت كده شويه في بعض انواع القهوه اللي ممكن يكون سعرها كويس شويه، ويكون الاسبريسو بتاعها لطيف بالنسبه للناس اللي تحب تشرب الاسبريسو بتاعها في البيت. لما انا بدور كده كنت حاطط قدامي زي تارجت ان احنا الاسبريسو اللي احنا هنشربه ده يبقى قيمه النص كيلو منه في رينج 400 جنيه، يزيد شويه يقل شويه، بس يبقى النص كيلو فيه 400 جنيه. فده بيدي لك كواليتي كويسه، وفي نفس الوقت بيبقى الطعم مقبول الى حد كبير. بس يعني ايه، في الفيديو ده الخبراء يمتنعون شويه، لان احنا النهارده بقى هنتكلم عن انواع قهوه بعيدا عن النوتس وعن الفليفرز والكلام ده كله، فيعني ايه، ده للهواة بزياده شويه. اول حاجه هنتكلم عنها هو نوع انا شايف ان هو كنز في الاسبريسو. النوع ده هو نوع القهوه الكولومبي من عند سميرة معتوق. سميرة معتوق ده براند قهوه اماراتي تقريبا. فتح اول مره في ابو ظبي، وفتح هنا في مصر وفي مكان حيوي جدا، فتح في فروع كارفور. فاي واحد هيروح لاي فرع من فروع كارفور هيلاقي فيه بوث كده لسميرة معتوق موجود جوه. عندهم انواع قهوه طبعا كتير جدا، بس عندهم نوع هناك كولومبي هو ده يعتبر افتح تحميص عندهم. الصراحه النوع ده رائع. سعر الربع كيلو منه حوالي 200 جنيه، 207 208 في الرينج ده. بس نوع جميل جدا، حلو قوي في الاسبريسو، لو عايز تشربه فلتر جميل جدا. الطعم بتاعه مش مر، فانا شايف ان هو ككواليتي مقابل سعر رهيب، جميل جدا. النوع الكولومبي من عند سميرة معتوق، ولو حد جرب من عندهم انواع تانية يعني يا ريت يقول لنا. بس انا جربت النوع ده لان ده افتح تحميص عندهم، فده كان ممتاز جدا. وفي نوع تاني بقى انا جربته اللي هو بياليتي سبيرتو جراني، يعني هحط لكم الصوره بتاعته دلوقتي. النوع ده من بياليتي طبعا الشركه بتاعت الموكا بوت المشهوره، وبيعملوا كمان قهوه للناس اللي ما بتعرفش القصه دي، لا هم بينزلوا حبوب قهوه ليهم خاصه بيهم. النوع ده جميل جدا، حلو قوي في الاسبريسو، حتى برضه في الفلتر جربته وكان لطيف، وفي نوتس فواكه كده جميله. سعره برضه كويس جدا، هو بيباع باكج كده نص كيلو حبوب في رينج حوالي 400 وشويه، 450 430 يعني. ممكن تجيبوه من امازون، يعني سهل جدا. فالنوع ده كان جميل قوي وعجبني برضو، كان حلو قوي. بس ده يعني يعتبر يعني ايه الاختيار التاني من بعد البن بتاع سميرة معتوق الكولومبي اللي قلت لكم عليه. ان شاء الله باذن الله هعمل فيديوهات تانية كتير تحت المسمى ده اللي هو اسبريسو على قد الايد، بحيث ان انا هجرب انواع تانية كتير يكون سعرها في الفئة اللي بنتكلم عليها دي، ويكون برضو لطيف. ويا رب الفيديو يعجبكم، وقولوا لي بقى في الكومنتس يعني تحبوا نجرب انواع ايه. مع السلامة.